السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ صحيحه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اول حاجه نبدا فيها الفيديو ديالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم بغيت نشارك معكم الريتو اليومي ديالي. كي طيبت غديوتي وشنو طيبت فيها، بغيت ندي الدراري للغابه يبدلوا الجو. الصراحه هاد السيمانه والسيمانه الداخله عندهم مراجعه وامتحان، قلت علاش نهرس الروتين نبدلوا شويه. وغنطيب معكم سمك الرايه مقلي، ديجا راني حاطاه في القناه في الفرن. هذا بغيت نقلي، قلت علاش ما نشاركوش معكم. حنا مدمنين سمك الرايه صراحه، كيعجبنا وكيعجب الدراري. المهم هذا الروتين ديال نهار السبت، قلت علاش ما نشاركش معكم. اول حاجه غندير الدنجان. هنا غنديرو الزعلوك، عندي الدنجان مشوي. هنا مطيشه كنوريكم راني كنجمع الماء ديالها. الصراحه غنديرها ماشي الماء ديالها، غنجمع ديك الماء ديالها. اول مره غنجمع الصراحه الماء ديالها، كنجمع القشور ديالها. قال لك راه كيديروهم بحال ما تشاد الحك. قلت علاش ما نجربهاش ونشوف نيت واش تصدق. معني دابا مطيشه غاليه. ديجا فاش كتكون قبل الخزاره كنجيب كميه كثيره نسلقها ونطحنها ونصفيها من الزريعه والقشره ديالها. هو دابا حيت غالي قلنا نجربوا هاد الطريقه الاصدقاء نتهناو ما تشاد الحك. هنا كتعرفوا الدنجال الزعلوك راه كيبغي الثومه. المهم انا راه عندي الدنجال شاويه ودايرها في الفريكو، كنديرها هكا كيجيني الصراحه ساهل. كتعرفوا نهار الحوت القلي والماعن وعاد جيتي تشوي الدنجه، والله ما كان صراحه كنجيبو نشوي ونخليه في الفريكو، نقسمو كميات اللي بغيت وكيجيني ساهل. كنشويه في دقه واحده وروينه كدوز في دقه في مره واحده. الشوي والغسيل ديالو والتقسام ديالو صافي، كيبقى لك كيجيني ساهل. بعد ما كتكون عندي حتى مطيشه هكاك دايرها، ولكن دابا كما قلت لكم قضيه شويه غاليه، خلينا تتكون ان شاء الله ترخص. هنا الربيع حتى هو كذلك، انا كنقول لكم داكشي اللي كندير الصراحه في حياتي اليوميه. الربيع حتى هو كنبغي هكاك خضر، ما كنديروش في الفريكو قليل. الا كانت عندي شي كميه كبيره وخفتها تخسر، كيعجبني هكا كيجيني حسن. هنا الزيت تقريبا اقتصاد على المعالق. المهم هنا غندير معكم، هنا كندير الخرقوم. كاين اللي ما كيبغيش يدير الخرقوم في الحوت، انا صراحه كيعجبني كندير الخرقوم. انا كنستعمل الخرقوم بزاف، كيعجبني. فلفله حمراء تقريبا معلقه على حسب الكميات اللي كاينه، تقريبا معلقه والبزار هنا عندي غندير هنا نص معلقه. وكاين الحوت اللي ما كيديرش، سورتو الحوت الابيض بصفه عامه كيقول لكم ما كيديروش فيه، كيديروا فيه الملحه والبزار. انا صراحه كيعجبني بالعطريه كامله بالشرموله ديالو اللي كنعرفو. الكمون، هنا الملحه صافي. وغندير شويه د الحامض حتى هو نعصرو. الحامض حتى هو كيبنن حتى زعلوك، كنديرو حتى الزعلوك واحد شويه د الخل. الحمض هنا راه عندي جامد، كان ديجا في الفريكو، يعني واخا نجي نعصرو ما يعطينيش. كندير ليه هاد الطريقه هادي ونتمنى تقبلوا عليا. ولا الا وصلتي حتى لهنا وهبطي ديري لي واحد جيم وخلي شي تعليق زوين ولا تكملي الفيديو. انا كنقول نفكرك لا مشيت نسايني. ايوا قلت نفكرك، ما نسيتي ماشي مشكل، الدنيا هانيه. مع الصراحه المشاهده قليله وهادشي كيبغي مجهود وتصور، الله ما سهلوا المونتاج، ولكن ما عندنا ما نديرو. نتمنى ان شاء الله يا ربي التوفيق للجميع القنوات يا ربي، وولي نوا شي حاجه في خاطرو يا ربي لما تفرحوا فيها. وبهذه المناسبه يا ربي لما وفق وليدات مساكن الدراري ديال الباك والسيزيام والكاتريام، نتمنى لهم يا ربي التوفيق. وحتى الابتدائي حتى هما عندهم موحد، صحاب الموحدات يا ربي لما توفقهم. هنا راني درت زعلوك درتو كيطيب، وهنا كنحك الثومه للحوت. هنا غنشرمل معكم هنا الحوت وغنخليه واحد شويه. قلت لكم انا هنا راني صراحه كندير شرموله فيها كلشي. كاين اللي ما كيبغيش يدير الخرقوم، كيقول لك لا كيخلي الصفوريه وداكشي كيديروا فلفله حمراء. انا كيعجبني الخرقوم. ايوا كنرجعوا للصحاب مساك الله يا ربي لما توفق الوليدات اللي عندهم امتحانات ديال التاسعه، واصحاب البكره دوزو والسيزيام الله يوفقهم حتى هما. الصراحه الاباء كيوليو هما اللي غيدوزوا الامتحانات، كيبقاو مخلوعين. دز ديك المرحله من المدرسه كنلقى الامهات كيتسناو في ولادهم خارجين، والاباء الله يسمح لنا من الوالدين. إذا فاش كيكون دراسه وما عنده لا ولد الاول كان ما هز همه والو، حتى كيدير وليدات كيحس بالهضره كانوا كيقولوا الوالدين، وديك الخوف اللي كيخافوا علينا وداكشي كيبقاو ينصحونا ومرات كيخاصموا. هي لمصلحتنا الصراحه هادشي. الله يسمح لنا من الوالدين كما كيقولوا. الله يوفق كاع الوليدات يا ربي، لان عام ماشي سهل بسير واجي والكتوبه ونوض بكري والقرايه. وربي نتمنى لهم التوفيق يا ربي. المهم هنا راني الحوت خليته يشرب شرموله على ما نوجد شي لاخر. هنا غنصايب شلاضه. هنا لقيت الدنجان نشف ليا شويه د الماء. هنا عندي الخس راني ديجا غاسلاه ومخلياه مرقده في الماء، وغندير ليه شويه د الخل
واخا كمعقم كنديروا ليه. وما تشد دابا غنقي انا كنوريكم زعما قشور دابا تشرني باقا كنجمع فيهم جمعت ديال الزعلوك وديال اللي غندير الشلاضه. ايوا نجربوا هاد الطريقه، قلت نجربها. المهم انا غنجربها وغنحطها معكم فيديو صدقات، غنقول لكم صدقات ما صدقاش ما صدقاش. ما كان انا مصداقين الصراحه كنبغي نجرب الحاجه. صدقات راه صدقات تولي معتمده عندي، ما صدقاش راه المهم تجربه باش مره اخرى ما نبقاش نقول راه كان عليا نجمع قشور مطيشه ونجرب. ايوا لا صدقات الصراحه راه اقتصاديه، ما نلوحوش القشور حتى حاجه ما تلح. هو كلشي غلا، الانسان عاوتاني الله يكون في العوان، كلشي غلا. والله ما الانسان كل حاجه نستافدوا منها، علاش ما نستافدوش منها في السطع ديالنا نستافدوا. بحال واحد المره كنت درت طاكوس وحطيت هذا ديال المايونيز، قلت لهم المايونيز راه كنصايبها وصايبت الكاتشوب طاري، تقول لي وحده هو مول الحانوت كاع ما يربح معاك. قلت له راه رابح معايا، راه خدا من عنده الزيت وخدا من عنده الطحين والسكر وسنيده الله يجعل البركه. انا صراحه كنبغي نصايب شي حاجه في الدار احسن من المواد حافظه، وتعرفي شنو فيها هادشي. هذا هو اللي كان المضمون. علاش انا كنبغي نصايب حاجه في الدار صدقات راه حنا كنعتمدوها، ما صدقاش ما بقيتش كنديرها مره اخرى. هنا كنوريكم انا جمعت ميكا، دابا عندي 2 ميكات ان شاء الله تنجمع الميكا الثالثه ونصايب هاد الطريقه. نشوفوا هاد هنا الخس راني صفيتو، هنا مطيشه غنقطعها شلاضه. هادي شلاضه كنحيد لها ديك البصل ديال النباته كتكون قاصحه ما كتكاش اصلا. قلت لكم قالت لي وحده بحال كاع معاك مول الحانوت، قلت لها ورا بركه راه واخده من عنده الزيت الطحين الفرماج السكر. ايوا شحال من حاجه كناخدها من عنده. هادشي الانسان كتكون في استطاعته الانسان يصايبها في الدار، علاش ما يجربش الحاجه ويستغنى على الشري؟ لان شي ما كتعرفش باش مصايبه بان مواد. هنا الخس كينصح اللي كيقطعوه بيديه، كيقول لك باش يحافظ على الفيتامينات ديالو. ايوا انا كنقطعو بالموس مزروبه باش نخرج دغيا نوجد. هنا راني طفات ليا البوطه على زعلوك حتى من قصت عليها حتى كنلقاها مطفيه. ايوا هادي شلاضه، شلاضه عادي راه كلشي كيديرها، يا هاد الخيار يا هاد الخس. ايوا لالا راني باقا معايا ياك. ايوا هبطي ديري واحد جيم، انا كنفكرك شي تعليق زوين بحالكم الزوينات، ونتمنى تقبلوا عليا. صراحه انا كنشارك معكم داك الشيء كما كان حياتي اليوميه، ولا كان شي حاجه نستافدوا. علاش ما نستافدوش من بعضياتنا؟ بنت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك تقول لي لا راه هذه ما كدارش هكا ولا خاصها دار هكا. هنا مشيت يمكن شنو نشوف، مشيت نجيب الموس، ديك الموس ما قطع لياش مزيان فقصني، وانا نجيب هذا حاده ما كاين ما احسن منها. يقول لي كديري اشاره الحاده. ولا هاد الماس الصراحه انا كيعجبوني، ما كاين ما احسن منهم، احسن منهم ما تيخرجوا دابا كيعجبوني في الخدمه ديالهم. هذاك خلاص شريته ما صابش ماضي بزاف، الا كانوا فيهم الماركات ما عرفت. انا المهم كنستعمل هاد الماركات ديال حاده داز من لهنا. كيقول لابسه حيك في لي. المهم هنا راني ساليت كنجمع. انا تامسحت هنا البوطاجي وساليت، وانا نتفكر عندي النعناع باقي ما نقيتوش، عاد عاوتاني غنجيبو. ونعيط لبنتي ديك المره كان النعناع قلت لها نقي وديريه في الثلاجه، ما عرفاش تنقيه. او قلت لها ما عرفتيش تنقي النعناع، وانا عيط لها دابا اجي تنقيه تعلمي تنقيه. هنا غنحول داكشي اللي هي باش ما يتقاس لياش ويشم لي نيت ريحه النعناع. ريحه النعناع كتطلق دغيا. انا راه بديت كنقي، عاد تفكرت البنت ما عرفاش تنقي الاقامه، وانا نقول لها اجي. كاين اللي كيقول لها نعناع، كيقول لها الاقامه. يدهنا ويدهنا، حنا هنا وهنا. هنا صافي عيطت لها قلت لها اجي تنقي. قالت لك صافي واش صافيتها؟ قلت لها اجي ورا ديري هكا وحيدي هاد الورق يكونوا خايبين. ديك المره جدات وقطعات وطويل، قطعت لي ديك التحتانيه ديال الصوف وخلات. قلت لها بديت تقسمي هكا على 2 على 3 على حسب. راه واحد يدا من الهي مشى سرق الخص، هذاك الخص ضروري ما نقي بواحد الفير عندي. ايوا صافي نجمعوا البوطاجي. صراحه انا كنكون كنقضي وكنجمع باش ما تعرموليش الماء ما توسخ ليش، سورتو حيت تابعني الخروج. صافي هنا غندير الفريتي تقلى، كندير المهم فريت عادي. دابا هنا درتو يتسقطر، عاد كنرشو بمليحه. دابا هنا درت ليه الملحه، كندخل ليه الملحه صافي مقله والزيت. صراحه ملي كندير الفريت كندخلو الفران، ودابا بغاو هكا. والحوت هنا شفت هاد الطريقه كيقول لك كيجي بحال ديال المطاعم، قلت علاش ما نجربهاش بخماره. انني الطحين انا الفرص كنديرو في ميكا حتى ما توصل. كتجينا الطريقه الصراحه اقتصاديه وما كيبقاش يضيع.
يضيع لك بزاف ديال القياس اللي بغيتيهم، في نفس الوقت راه هو كتمرمد في الطحين مزيان، وما كيوسخلكش الدنيا، وكتبقى ديك الميكانيزم في هذيك الطحين صافي كتعقديه وتلوحيه، حيت ما كيبقاش، لا بقى راه كيبقى يغمل. ما يقولكمش راني كنخليه نخبعو، لا، كندير القياس اللي خاصني صافي، كنحاول ندير هي الكميه اللي خاصاني. راه عندي الطريقه ديال سمك الرياب في الفرن اللي ما كيبغيش يقلي، انا صراحه الدراري بغاوه مقلي، قالك ماما قليه لنا، تقليتو لهم. راه عندي الطريقه اللي بغا يشوفها في الفرن حتى هي راه كيجي زوين، كيجي صراحه مقرمل. المهم انا غنقول لكم بالنسبه للطريقه هنا، لما يعني يا لاله هادو هادو اللي ما كيتسالاوش. هانتوما راني غاسله الغسله الاولى، حاجه كون جمعت سماك الزبل وديك الشيء، غاسله الغسله الاولى، وهذه الغسله الثانيه. انا كنخدم ونغسل بحال دابا ساليت النوب الاولى غسلت، عاوتاني دابا نعاود نغسل باش ما كيتعرموش عليا الماعن. معليش عندي الكوزينه صغيره والطياب وديك الشيء صافي، مول الغدا كتضرب فيها الشمس كندوخ. انا راه باقي الحوت كيتقلى، انا صراحه جبت انا البوطاجي هاد البلاصه كانت موسخه، الحوت راه كيقليه مول الدار، كيعاوني في قليد الحوت. انا صافي ها الحوت استقلى، هادي الشلاضه درت لها الخس، درت لها الملحه والبزار وشويه د الخل ولا الحامض على حسب الموجود، وشويه زيت البلديه. الفريت اللي قليت هذا زعلوك، انا قلت لكم الزعلوك كيعجبني صراحه، الدنجال مسلوق ومشرمل. هما الدراري كيبغيوه هكا مشوي وبمطيشه. ايوا كل مره نديرو الخطر لواحد. ايوا ضروري كيمشي الدنجال مع الحوت مقلي، زعلوك ولا سكسوكه كيمشيو مع الحوت مقلي ضروري باش يغمسوا. ايوا هذه الغديوه ديالي، نتمنى تقبلوا عليا. ايوا هنا خرجت الوليدات باش ما غسلت البنت يلا الماعن، تعاونت انا وياها وجمعت الكوزينه، خرجنا شويه ديناهم للغابه. مع الغابه قريبه ليا شويه، كنمشي لرجلي، مشينا تمشينا شويه، بدلوا الجو، حيدوا الروتين ديال القرايه. ان شاء الله الله يوفق الوليدات يا ربي. ولا لو وصلتي حتى لهنا، ايوا درتي جيم وابوني ياك، ايوا وتبارك الله عليكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وانا كنشارك معكم يومياتي البسيطه، ماشي شي حاجه بسيطه كنشاركها، كنقول مره نتفكركم وتفكروني، واخا صراحه ما كنحطش بزاف لان المشاهده قليله والارباح ما كايناش، كنقول مره ما نغبرش. انا بحالي منوسه بهاد القناه هذه، منوسه بها، دايره صحاباتي فيها، وكندوي معكم كنتفاجا معكم، ونتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا ونكون عند حسن الظن ديالكم. وكنتمنى التوفيق يا ربي للجميع، يا ربي اجمعين بصفه عامه، وتوفيق لوليداتنا ان شاء الله اللي دوزوا الامتحانات، الله يفرحهم ويفرح والديهم ويعطيهم النجاح يا ربي. لا وصلتي حتى لهنا، واحد تعليق زوين بحالك، وشي دعوه للدراري صحاب الامتحانات، صحاب اللي دوزوا مسك الامتحانات، الله يوفقهم، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.